الترولي اتحشر بيه داخل الأسانسير. شاب يلفظ أنفاسه داخل مصعد بالمهندسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعمونا باللايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. كعادته توجه الشاب أحمد محمود عبد العال البالغ من العمر 27 عاما والشهير بأحمد عقيبة من محافظة المنيا لتوصيل الطلبات من السوبر ماركت إلى الزبائن في إحدى عمارات شارع البصرة بالمهندسين، لكنه بعد أن أنهى توصيلها بالطابق الخامس ودخل المصعد انحشر مع الترولي ولقى مصرعه. وقال شاهد عيان إن الشاب كان يعمل مع أبناء عمته في سوبر ماركت بشارع البصرة بالمهندسين ومكلف بتوصيل الطلبات إلى العقارات القريبة، حيث ذهب أمس في حوالي الساعة 1 ظهرا وهو يحمل الطلبات إلى العقار محل الوقعة. وأضاف الشاهد أيضا أن الشاب كان يحمل العديد من الطلبات داخل الترولي، وبعد أن أنهى ذلك وفي الطابق الخامس ركبوا معه الترولي وأغلق باب المصعد، لكنه فوجئ بالترولي حشر ولم يستطع إنقاذ نفسه ولقى مصرعه بعد احتجازه بداخله متعلقا داخل الأسانسير. وأشار الشاهد أيضا أن الشاب تنبأ بوفاته قبلها بساعات ونشر ستوري عبر تطبيق الواتساب قائلا: إن مت فاسأل الله لي الفردوس الأعلى بغير حساب، وأن يعاملني بفضله ووجوده ورحمته وبما هو أهله، وتصدقوا علي بدعوى في جوف الليل وفي خلوة وفي موطن إجابة، فليس يومئذ أحدهم بأفكر مني ولا أحوج. رحم الله من ماتوا وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وختم لنا بالخيرات والطيبات وجنات النعيم. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. وعندما تلقت رجال مباحث قسم شرطة العجوزة إشارة من غرفة عمليات النجدة احتجاز شخص داخل أسانسير بعقار بشارع البصرة من شارع السودان بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت رجال الأمنية مدعومين بقوات الحماية المدنية بالفحص وتبين وفاة المحتجز، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقع وتولت جهات التحقيقات. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويصبر ذوي الصبر والسلوان. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. مع السلامة.